عايز تشتري موبايل جديد بس مش عارف تختار انهي واحد. كل الناس بتقولك اسماء غريبة زي سناب دراجون 8، ميديا تك، اكزينوس، وتقعد تقول لنفسك ايه الحاجات دي كلها. تعال اقولك ببساطة يعني ايه المعالجات دي وازاي تختار الصح لموبايلك. اول حاجة لازم تفهمها، المعالج هو العقل بتاع الموبايل، هو اللي بيحدد لو الجهاز سريع، بيهنج، بيسخن او بيشغل الالعاب والبرامج بسلاسه. ازاي اعرف من نفسي ان المعالج ده قوي؟ الانويه او الكورز. لو عدد الانويه او الكورز زادوا في المعالج اعرف ان المعالج ده نظيف جدا وكويس جدا كمان. بس خلي بالك، في نوعين من الانويه او في نوعين من الكورز: performance كور والافشنسي كور. البرفورمانس كور بتركز على التاسكات الكبيره قوي اللي بتحتاج مجهود البروسيسور، اما الافشنسي كورز بتركز على الحاجات الخفيفه اللي ما بتاخدش وقت كتير قوي ولا مجهود كبير من البروسيسور. والاتنين مع بعض بيكونوا بروسيسور قوي قادر ان هو يستحمل التاسكات الكتير الصغيره والتاسكات القليله الكبيره. فتدور على البروسيسور او المعالج اللي فيه اكبر عدد كورز، مش يبقى كله efficient كور وما فيهوش غير بريفورمانس كور واحده، ومش كله بيبقى بريفورمانس كور ما فيهوش ولا افيشنت كور واحده. البريفورمانس كورز بيستخدموا دايما في الجيمنج والفيديو اديتنج وال3 دي ريندرنج، انما الافيشنت كورز بتبقى شغاله اكتر في الباك جراوند تاسك كتشغيل المزيكا مثلا او المالتي تاسكينج. طب ايه انواع البروسيسورات اللي في السوق بقى دلوقتي؟ رقم واحد دايما هو ابل، الاي بايونيك سيريس. لو معاك ايفون اطمن ان انت بتستخدم واحد من اقوى المعالجات في العالم. الايفون 16 وال16 بلس بيستخدموا معالج E18. كل ما تنزل جيل سواء بقى ايفون 15 او 14 هتلاقي الاي بقى A17 او A16، وكلهم باعلى اداء، سرعه جباره، ذكاء اصطناعي عالي، وبطاريه بتقعد فتره حلوه. بس هتلاقيه بس في الايفونات، والايفون غالي جدا في مصر. اتنين، كوالكوم والمعالج بتاعها السناب دراجون، ده ملك الاندرويد، اقوى معالجات موجوده في الاندرويد حاليا. اشهر نسختين منهم السناب دراجون 8 جين 2 والجين 3، وتلاقيهم في الجالاكسي اس 23 الترا والاس 24 الترا والوان بلس 12 والشاومي 14 وكل الموبايلات العاليه اللي ممكن تلاقيها في السوق. مميزاته بيديك اداء العاب ممتاز، حراره قليله جدا، وكاميرات مدعومه بذكاء اصطناعي قوي جدا. 3، شركه ميديا تك ودايمنستي، دول دخلوا يتنافسوا بقوه في الفئه المتوسطه والعليا وسعرهم ارخص. اشهر معالجاتها الدايمنستي 8200 و9000 و9200، تلاقيهم في الشاومي 13 تي والفيفو في 30 والريلمي جي تي نيو 5. مميزاته اداء ممتاز مقابل السعر، بس ساعات بتسخن ومش دايما بتبقى مدعومه بتحديثات كويسه. نصيحة، لو ناوي تشتري موبايل فيه ميديا تك خليه من شركة قوية زي اوبو او فيفو. 4، سامسونج ومعالجاتها الاكزينوس، موجود في بعض نسخ الجالاكسي زي الاكزينوس 2400 في بعض نسخ الاس 24، وهو معالج قوي بس للاسف فيه شكاوي كتير قوي من سخونته وادائه اللي اقل من السناب دراجون، عشان كده كتير بيفضلوا النسخ اللي بيبقى فيها السناب دراجون لو متاحة. الخلاصة، لو عايز افضل اداء ومعاك فلوس هات الابل من غير تفكير. سناب دراجون لو طبعا اندرويد وبرضه معاك فلوس، ولو عايز موبايل متوسط قوي بس ارخص ميديا تك بس من شركة محترمة زي اوبو او فيفو او شاومي. لو لقيت موبايل سامسونج بالاكسنس دور كويس واقرا تقييمات قبل ما تشتري. في الحلقة الجاية هنتكلم عن الشاشات والبطارية وانواع الرام والكاميرات. لو عايز تتأكد من انك بتشتري صح تابعنا عشان تشتري وانت فاهم. ناوي تشتري موبايل جديد؟ طب تختار الشاشة على اساس ايه؟ ناس كتير بتفتكر ان الشاشة بس شكل حلو، لكن الحقيقة ان الشاشة بتفرق في كل حاجة: سرعة الجهاز، راحة عينيك، البطارية، وحتى لو بتلعب او بتتفرج على فيديوهات. في 3 انواع رئيسية. 1، IPS LCD، الشاشة التقليدية، هتلاقيها في موبايلات الفئة الاقتصادية وأحيانا المتوسطة زي ريدمي 13C، انفينكس هوت 40، نوكيا جي 22. مميزاتها إنها رخيصة، ألوانها طبيعية، واضحة في الإضاءة العالية، بس عيوبها إن السواد مش سواد حقيقي، استهلاكها للبطارية عالي، ومفيش كونتراست عالي أو تباين في الألوان. 2، الأموليد والسوبر أموليد، ده الأفضل للفئة المتوسطة واللي فوقيها. دي الشاشة اللي بتديك السواد الحقيقي، ألوان مشبعة، وبتحس إن الموبايل فخم. موجودة في السامسونج جالاكسي A55 والريدمي نوت 13 برو والريدمي 12 برو وأي موبايل من الفئة العليا تقريبا. مميزاتها إن ألوانها قوية جدا، سطوعها أعلى، موفرة للبطارية، وبتدعم Always On Display. عيبها الوحيد إن هي لو من نوع رخيص ممكن يظهر فيها حرق أو ظل مع الوقت. 3، الأوليد،
النسخة الاحترافية غالبا بيبقى في الموبايلات الفلاجشيب، دي أعلى مستوى في الشاشات، وغالبا هتلاقيها في الايفون 14 15 16 الجالكسي S24 والاس 25 الوان بلس 12 وكل الموبايلات اللي من الفئة العالية. مميزاتها الوانها دقيقة جدا، الريفرش ريت بتاعها عالي جدا، بتدعم HDR بكفاءة مريحة للعين اكتر بكتير، بس طبعا هتدفع تمن الجودة دي غالي قوي. طب ايه كمان لازم تبص عليه؟ الريفرش ريت 60 هرتز 90 هرتز ولا 120 هرتز؟ ال60 عادي، ال90 احسن شوية، ال120 نعومة رهيبة في الاستخدام والالعاب. بس خلي بالك لو ال120 هرتز بس المعالج ضعيف مش هتحس بالفرق قوي، وده اللي بيحصل في موبايلات الفئة المتوسطة. الخلاصة، عايز شاشة اقتصادية كويسة الIPS LCD تمشي حالك، عايز افضل تجربة وسعر كويس اختار الاموليد مع موبايل محترم، معاك فلوس وبتدور على حاجة ممتازة الاوليد والLTPO اوليد في فئة الفلاجشيب. المرة الجاية هنتكلم عن البطاريات وانواع الشحن السريع واخطر الاخطاء اللي بتدمر البطارية وانت مش واخد بالك. ناوي تشتري موبايل جديد او عندك موبايل وعايز تحافظ على بطاريته؟ لازم تعرف الموضوع ده. اولا انواع البطاريات في الموبايلات، غالبا كل الموبايلات الحديثة بتستخدم نفس النوع، الليثيوم ايون او الليثيوم بوليمر. بطاريات الليثيوم بوليمر بتبقى اخف وانحف شوية بس المبدأ واحد. انواع الشحن بقى، انواع الشحن بتبقى شحن تقليدي 5 واط او 10 واط، ده الشحن البطيء اللي بياخد وقت طويل عقبال ما يملى البطارية. الشحن السريع 18 واط و30 واط اشهر في الموبايلات المتوسطة، بيشحن الموبايل في حوالي ساعة ونص. الشحن السريع جدا بقى من 50 واط ل 120 واط في الفلاجشيب الحديثة زي الوان بلس والشاومي 13 والسامسونج S24 الترا بيشحن 50% في اقل من ربع ساعة. لكن الشحن السريع ده ليه سعر برضو، وهو انه بيزود حرارة البطارية فممكن يقلل عمر البطارية مع الوقت. اخطر الاخطاء اللي بتضر بطارية موبايلك بقى، 1. شحن الموبايل طول الليل، موبايلات النهارده ذكية بتوقف الشحن عند 100%، بس الحرارة ممكن تضر البطارية لو الجهاز محطوط في مكان مغلق او جراب سمين. 2. شحن الموبايل في اماكن حرارتها عالية، ده بيقلل عمر البطارية بشكل كبير. 3. استخدام شواحن غير اصلية ممكن تضر البطارية وتشحنها بطريقة مش صح. 4. تفريغ البطارية بالكامل باستمرار، الأفضل تشحن لما توصل ل 20% أو 30% بدل ما تسيبها توصل للصفر. نصايح إضافية، استخدم شاحن أصلي، اشحن في مكان بارد، ما تسيبش البطارية توصل للصفر كتير، وشيل الجراب أثناء الشحن لو الموبايل سخن. لو مش بتستخدم الموبايل فترة طويلة خلي البطارية تشحن لغاية 50% بس. الخلاصة، الشحن السريع مفيد جدا لكن خليك واعي عشان تحافظ على عمر بطاريتك. الاهتمام بالتفاصيل دي هيخلي موبايلك يشتغل معاك أطول من غير مشاكل. في الحلقة الجاية الكاميرات وأنواعها وإزاي تختار موبايل بكاميرا مناسبة ليك. ناوي تجيب موبايل جديد؟ لو مهتم بالتصوير أو بتحب توثق لحظاتك بشكل ممتاز الحلقة دي ليك. إيه هي أنواع كاميرات الموبايلات بقى؟ 1. الكاميرا الرئيسية، دي الكاميرا الأساسية وأهم حاجة في جودة الصور، كل ما كان عدد الميجا بكسل أعلى الصورة بتكون أوضح. بس مش بس الميجا بكسل هو المهم، كمان حجم المستشعر وجودة العدسة، المستشعر اللي هو السنسور يعني. 2. كاميرا الزاوية الواسعة الالترا وايد، بتديك مجال اوسع عشان تصور مشاهد طبيعية او جماعية، مهمة لو بتحب تصوير المناظر او الاماكن الكبيرة. كاميرا التليفوتو دي للقرب من الاشياء البعيدة بدون فقدان جودة للصورة، زي تكبير الصورة من غير ما تفقد تفاصيل. كاميرا الماكرو لتصوير الاشياء القريبة جدا والتفاصيل الدقيقة. كاميرا العمق او الدبث سنسور او TOF بتساعد على تحسين تأثيرات البورتريه بتغبيش الخلفية. الخصائص المهمة اللي تخلي الكاميرا ممتازة، اولا حجم المستشعر او السنسور، كل ما كان اكبر كل ما دخل ضوء اكتر وبالتالي جودة الصورة بتكون احسن خصوصا في الاضاءة الخافتة. 2. فتحة العدسة الابرتشر، رقم اقل زي f1.8 يعني عدسة اوسع تدخل ضوء اكتر. رقم 3. مستشعر الليزر او التثبيت البصري، بيساعد على تثبيت الصورة وتقليل الاهتزاز. 4. الذكاء الاصطناعي بيساعد في تحسين الالوان والتعريض التلقائي. ازاي تختار موبايل بالكاميرا المناسبة ليك؟ لو بتحب التصوير اليومي العادي لازم تكون الكاميرا الرئيسية قوية جدا والمعالج بتاعها يكون كويس جدا برضو. لو بتصور مناظر طبيعية او اماكن واسعة كتير وبتسافر كتير لازم كاميرا الترا وايد. لو بتحب التصوير عن بعد لازم كاميرا تيليفوتو، ده لو انت جاسوس يعني ولا حاجة. لو عايز فيديوهات عالية الجودة شوف دقة تصوير الفيديو لو 4K او 8K.
وعدد الاطارات اللي هو الفريم بير سكند لازم يكون فوق ال 60 فريم بير سكند. نصيحة، مش لازم تدور على اعلى ميجا بكسل بس، خليك مركز على جودة المستشعر وفتحة العدسة. واهم حاجة، كاميرا حلوة من غير بروسيسور نظيف او معالج نظيف مش هتنفع. ولو عايز تعرف ازاي تختار بروسيسور او معالج كويس للموبايل بتاعك، ارجع لحلقة البروسيسورات والمعالجات.